السلام عليكم متابعينا الكرام ولكل من التحق بنا مؤخرا. إذا متابعينا الكرام، الاتحاد الافريقي يعلنها رسميا قبل قليل ويشترط شروطا جديدة قاسية على النظام الجزائري الفاسد لمشاركة الأندية الجزائرية على مستوى جميع المسابقات الافريقية في المستقبل. وفي تفاصيل الخبر، حدد الاتحاد الافريقي قبل قليل شرطا جديدا على النظام الجزائري الفاسد وخاصة للأندية المشاركة في مسابقة عصبة الأبطال وكأس الاتحاد الافريقي في الموسم الكروي القادم، حيث كيتمثل هذا الشرط الجديد في ضرورة امتلاك النادي المشارك لفريق النسوي في مسعى من طرف جهاز الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف لإجبار الأندية الجزائرية على وجه الخصوص على الاعتناء بشكل قانوني بكرة القدم لدى فئة الإناث. ولكن الهيئة القضائية للعبة أتاحت للأندية التي لا تملك فريقا نسويا توقيع اتفاقية مع فريق ينتمي إلى فريق محلي آخر، حيث أنه في هذا السياق قالت إدارة فريق اتحاد العاصمة الجزائري بأنها تستعد لتوقيع اتفاقية مع فريق النسوي والاندماج معه من الدرجة الثانية ينتمي إلى بلدية باب الوادي، خوفا من تسليط عقوبة عليهم من طرف الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف. بينما كشفت مصادر خاصة من طرف الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف بأن جميع الأندية الوطنية المغربية تتوفر على أندية نسوية محترمة للإناث، معتبرة بأن الفرق المغربية التي ستشارك في المسابقات القارية خلال الموسم القادم لن تجد أي مشاكل قانونية مع الاتحاد الافريقي نهائيا. كان هذا هو الخبر ديال اليوم، كنتمنى لكم تشاركونا متابعينا الكرام آراءكم في التعليقات، والسلام عليكم إلى فيديو جديد.